السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي غاديين مع رمضان؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. اليوم في هذا الفيديو هذا واحد الوصفة اللي هي مغايرة، واحد الوصفة اللي هي زويونة الصراحة. جربوا هذا الخبز، هذا خبز البيض التركي. هذا الخبز هذا كيديروه الاتراك في رمضان، يمكن لكم تاكلوه في السحور في الفطور، ماشي مشكل. كيجي لذيذ والداخل ديالو خاوي، واحد المذاق رائع كيحمقوا عليه حتى الوليدات الصغار. ومن فوق هادشي كامل صحي، الحقاش غادي ندخلوا عليه بزاف ديال المكونات: الجنجلان، البيض، الحليب. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو من طبيعه الحال العبار دائما بالكاس ديال العنبه، 4 الكيسان ونص ديال الدقيق، كاس ديال الماء دافي، كاس ديال الحليب دافي، نص كاس صغير ديال الزيت. حيت هاد الزيت درت كاس دابا، حيت غنحتاجو ملي غادي نبغي نقرص العجينه. غنحتاجو دابا الخليط غير نص كاس. كنحتاجو معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه. وكنحتاجو الخميره، من طبيعه الحال الخميره المعجونه، انا عندي هذه يابسه، ليكم الاختيار. غنحتاجو البيض ديال البيضه غادي نديروه في العجينه، والصفر غادي نزينو به. وللتزيين غادي نحتاجو الزنجان. غادي نبداو دائما بالسوائل، هما الاولين. بسم الله. غنبدا بالحليب، الماء، غندير نص كاس ديال الزيت، غادي ندير الخميره باش تذوب، عاد ديك الساعات ندير الباقي. راه مكاينش شي فرق ما بين الخميره اليابسه والخميره المعجونه، غير هذه كتصبر، يعني الاخرى ملي تجيبوها يعني غير خاصها تستهلكوها، تستعملوها. صافي غادي نزيد البيض ديال البيض، وغنحتفظ بالصفر للتزيين. الملح والسكر، نخلط مزيان. غنبقى نزيد الدقيق بالتدريج. دابا ملي وصلت لهاد المرحله هذه من الاحسن استعمل يدي. هاد الكميه ديال المكونات غادي تعطيني 2 خبزات. كيجي رطب وهشيش وخزاف في المذاق ديالو رائع. واحد الملاحظه بالنسبه للدقيق، نورمالمون انا كندير 4 الكيسان ونص، يعني كيجيوني نيشان. ولكن نتوما راكم عارفين هذه القضيه ديال كاين شي دقيق اللي كيشرب السوائل، كيشرب يعني ما كيبغي السوائل، كاين شي دقيق اللي دغيا كيفزاك بحال هكايا. هذا بدلت الدقيق اللي مابقى كناخذ مع الحجر الصحي، يعني كناخذو من اقرب ماركت، يعني ميمكنش تبقى
شي بلاصه بعيده. المهم انا بدلت هذا بان لي ما كيشربش الماء بزاف، انا زدت شويه. المهم نتوما حتى تجمعوا العجينه ديالكم تولي يعني رطبه ماشي قاصحه بزاف. انا نوريكم القوام ديالها. يعني كاين شي دقيق تيشرب بالسوائل، كاين شي دقيق اللي دغيا تيتعجن دغيا تيفزاك. وصافي ها هي العجينه كما كتشوفوا. كنحصلوا على هذا القوام هذا، تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. يعني كنبقاو نديروا الدقيق حتى كتجمع، يعني الدقيق حسب الخليط باش تجيكم الخبز هو هذاك. حيت المشكل ديال كل دقيق كيفاش داير، كيف ما قلت لكم حنا كنعرفوا هذه القضيه هذه. كاين الدقيق اللي تبارك الله كيشرب الماء، كاين اللي دغيا تيسيح كيولي بحال المسكه. صافي دابا غادي نخليها واحد نص ساعه تخمر، نخليها ترتاح مزيان واحد نص ساعه. عاد ديك الساعات نطلقها نقسمها على جوج، هذه غدير لي جوج، ونخليها عاود ترتاح. هي خاصها تاخذ الوقت ديالها الكافي في الخميره، خاصناش نزربوا عليها. هانتوما تشوفوا معايا المراحل. نغطيها دابا. غنديها البلاصه دافيه، ما نخليهاش هنا، وغنخليها ترتاح واحد نص ساعه. كيف ما قلت لكم عاد نرجعوا نشوفوا المرحله الجايه. وكما كتشوفوا من بعد ما كدوز نص ساعه كيضاعف الحجم ديالها، كتخمر مزيان. كنشدو طبسيل ديال الفران، كنخلط انايا بالنسبه للطكراس كنخلط انايا لا شابلو مع شويه ديال الطحين الكامل، الدقيق الكامل يعني بالنخاله ديالو، باش كنقرص كنفرشو غير في الطبسيل، ما كنقويش ليه باش ما كيجيش داير شبعان دقيق بزاف. يلاه كندهن غير طاوه الفران. صافي من بعد ما كنفرق على جوج كنخليها ترتاح عاوتاني واحد 10 دقائق هكاك. من بعد عاد كنقرصها مزيان، كنطلقها في لاطه الفران. هانتوما شوفوا الطريقه، يعني كيزيد الحجم يضاعف. هذا السر ديال هذا الخبز هذا، ما خاصكمش تزربوا عليه، يعني خاصو ياخذ الوقت الكامل ديالو في الاختمار. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله الحجم ديالو كيتضاعف، كل ما كيخمر كل ما كيتضاعف الحجم ديالو وكيجي ساهل، ما كنقلبوش ملي كنكونوا كنقرصوا. يعني صافي هذيك الوجه النيت اللي كنحطوه فوق من داك لاشابلوغ وداك الدقيق الكامل هو اللي كنخليوه النيت وكنقرصوا حتى لا لصق لنا شويه في يدينا، كندهنوا بشويه ديال الزيت. وبالنسبه للتزيين الصفار ديال البيضه اللي شاطلينا وزيت زيت نباتيه كنزيدو غير شي شويه عليها باش كنطلقوها الصفار ديال البيض. صافي والزنجلان. هانتوما غادي تشوفوا الشكل النهائي يعني ديال التزيين، الطريقه ديال التزيين عفوا. وانتم كتشوفوا من بعد ما طلقتها في لاطه الفران بهذه الطريقه هذه. كنغطسوا صبعنا شويه في الزيت باش ما يلصقوش، وكنديروها بهذه الطريقه هذه، كنزينوا بهذه الطريقه، يعني كنغرسوا الاصابع ديالنا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا طريقه سهله يعني لكم. ومن بعد كنزينوها بالاصفر ديال البيض وشويه ديال الزيت النباتيه، وكنديروا فوق منها من طبيعه الحال الزنجلان. من بعد ما كنديروا البيض والزنجلان يعني كنغطيوها واحد 20 دقيقه حتى كتخمر. عاد يمكن لينا نطيبوها في الفران مسخن من قبل درجه حراره 180 يعني، ويكون شاعل من الفوق ومن التحت، يعني خاصه طيب على درجه حراره عاليه شويه.
نفس الشيء كنديرو مع الخبزه الاخرى، حيت هاد الكميه هادي كتعطي جوج كبارين تبارك الله. نفس الشيء كنزينها باصفر البيض، كندهنها الوجه ديالها كامل مع داك زيت نباتيه، وكندير فوق منها الزنجلان وكنخليه يخمر كيف ما قلت لكم 20 دقيقه. عاد كنطيبو، كنركز على هاد القضيه هادي باش ما تنساوش، يعني مع مراحل الاختبار ضروريه. يعني ملي كنعجنوها كنخلوها تخمر واحد نص ساعه، من بعد كنقسموها على جوج وكنخلوها ترتاح واحد 10 دقائق، من بعد ما كنقرصوها كنخليوها واحد 20 دقيقه. عاد كنخبزوها في فران سخون 180 درجه. صافي هذا هو الشكل ديالها. شوفوا راه كيجي الشكل ديالها زويون غزال. وها هي من بعد ما دازت 20 دقيقه خمر الخبز. دابا غادي نخبزو، غادي نشعل الفران كيف ما قلت لكم من الفوق ومن التحت، وخليكم باش تشوفوا النتيجه النهائيه. صراحه صدقوني راه كيجي زويون بزاف. وها هو الخبز طاب كيف ما كتشوفوا، كيجي رطب هشيش زويون من فوق ومهوي من الداخل. يعني طريقه اللي هي سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت النتيجه غادي تحمقكم، غادي تعجبكم بزاف. وبهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وما تنساوش التعاليق ديالكم وتبارطاجيو مع صحاباتكم. يلا ما شهيتكم في هذا الخبيز هذا جا غزال صراحه. يلا بسلام عليكم.